الدراما كان ليها محطات عندك، بس خلينا كتير. نتفق انه السنين اللي الاخيره هي اللي حضرتك ما شاء الله لمعت فيها بشكل اكبر ده في كلام الدراما، مظبوط. وده طبيعي لان لما بيجي خبره وتفاقم خبرات بهذا الشكل، يوم ما بتيجي الفرصه الكبيره المهمه الحقيقيه اللي بتخليك انت بتبقى بتعملها زي ما بيقولوا كده بظهر ايدك، لان انت عارف هتعمل ايه. خلينا نقول على او نتكلم على محطات معينه حضرتك لمعت فيها جدا جدا. تمام. لازم اقف عند محطه بطلوع الروح، لان ده اه مسلسل مهم وكبير وحضرتك لمعت فيه جدا جدا جدا، ودور تقيل ومسلسل تقيل، بس مخرجه تقيله جدا وفنانه تقيله جدا. برضو. المسلسل ده على فكره كلنا اتفاجئنا بيه، يعني حتى ما كانش حد عارف انه بيتجهز له، ما كانش حد عارف حاجه لو تفتكر، ايوه واعتقد ان ده كان مقصود عشان كمان حرصا على امن الممثلين. طبعا فاحنا فجاه صحينا من طبعا النوم لقينا طبعا. عمل كامل بيتكلم عن عالم لا نعلم عنه شيء. انتوا بقى كنتوا عايشين ازاي؟ انا دلوقتي اقدر احضر دكتوراه في 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 داعش. الدواعش. حقيقي اقدر احقق اعمل دكتوراه كبيره قوي، يعني 10 دكتوراه في بعض، في داعش وفي الارهاب وما شابه. ليه بقى؟ المؤلف محمد هشام عبيه، وده رجل يعني انا اكن له كل الاحترام واحمل له كل الامان الطيبه، وانا متخيل ان هيجي يوم من الايام يعني اقرا كل مسلسل ابص الاقي مكتوب محمد هشام عبيه، نتمنى محمد هشام نتمنى عبيه. نتمنى. شاطر جدا وفاهم قوي، وما دراما. بيكتبش اي كلام، ده صحيح. بيذاكر بيحضر علشان هو يعمل مين اللي دخلك مسلسل. في شخصيه الشيخ نصار، هو ولا استاذه كامله؟ لا استاذه كامله. استاذه كامله. استاذه كامله رشحتني لدورين في العمل. آه. هي انت كان اول مره تمسكت. تشتغل معاها؟ انا اول مره كنت اول مره. اشتغلت معاها وهي مساعد. اوكي. كان ايه اي عمل؟ بس ممكن ما تفتكرنيش وانا، اوكي. لكن انا هفتكرها. اوكي كان طبعا. ابو ذكر يعني. طبعا. طبعا. فلفت الايام دارت الايام. انت هي رحت كاستنج اختارتني. عادي خالص ولا جابتك بالاسم؟ لا جايباني بالاسم. جايباك بالاسم. جايباني بالاسم. مم. فرحت قابلتها قعدت معاها، شايفك في دور كذا كذا. انا هي اول ما قالت لي الدور انا ضرب في دماغي حد، ضرب في دماغي على طول حد معين، فهي مش عايزه ده، هي عايزه حد تاني، هي مش عايزه تقول عليه صراحه، بس انا لقطته من الحوار معاها، فبدات اخزنه في دماغي، فبدات اسمع خطبه، فبدات اقرا عنه، فبدات اشوف كل لقطات الفيديو اللي عن المجموعه اللي كانت معاه لانه بيتكلموا عنه، لغايه ما جبت الشخصيه دي. انا بقى في الشخصيه دي انا ابن لادن، وانا ابو بكر البغدادي، كومبو. وانا الظواهري، انا كل الفكره دي. الروس اه. الافاعي دي في افعى واحده اللي هي شخصيه الشيخ نصار اللي انا عملتها. طبعا لا انكر ان الشغل جنب نجم طبعا. كبير طبعا. محبوب وعليه كلام وجريء وشاطر، وانا شخصيا بحبه زي الاستاذه الهام شاهين، لا خدت من نورها كتير، خدت من جمهورها كتير، فكان في العين فاتشاف. كان اول مره تشتغل برضه مع لا انا إلهام اشتغلت شاهين؟ معاها قبل كده، عملت معاها فيلم وحياة قلبي وافراحه مع الاستاذه ناديه حمزه. ما اصل المحطات بتسلم بعضيها. بس هي وهنا الجمال ايه، انت لما تيجي يعني لما كانت مثلا لما المخرج هيقول للاستاذه الهام شاهين معانا مين مش متذكره او معلش. انما في الشيخ نصار ايوه. لا اختلفت طبعا المعايير. شكل الدور، حجمه، طبيعه العمل. الاداء نفسه 100%. اتغير. 100%. انا كان نفسي اعمل الدور بطريقه تانية خالص غير الطريقه دي، بس انا خدت طرف الخيط من عين المخرجه، ما هي مش اي مخرجه برضه، صحيح. دي مايسترو فلازم الاخراج في تثق فيها نظري. كمان. انا بثق فيها على طبعا، فكره. فطالما وثقت فيها هتشتغل انا وتطلع بثق في باحسن حاجه. كل المخرجين الشباب ومخرجين الوسط ثقه عمياء، وانا لما اقول الكلام ده غير اي حد ممكن يقوله.